في أخبار جديدة تهم أنصار النادي الرياضي القسنطيني، فالفريق يواصل تدعيم صفوفه تحضيرا للموسم الكروي من 2026 إلى 2027، والبداية مع الموهبة الجزائرية مسلم أناتوف، الذي أعلن النادي عن التعاقد معه ليكون أحد الوجوه الجديدة في تشكيلة السنافر الموسم المقبل، في صفقة تعكس رغبة الإدارة في بناء فريق أكثر قوة وتنافسية. وفي خبر آخر، حسم النادي مستقبل المدافع ياسين زغاد بعدما أعلن عن استمراره مع الفريق بعقد يمتد إلى غاية سنة 2028، ليواصل بذلك مشواره مع شباب قسنطينة ويمنح الخط الخلفي مزيدا من الاستقرار والخبرة. وبحسب المعطيات المتاحة، يظهر زغاد ضمن قائمة شباب قسنطينة للموسم الجديد، بينما يبقى انضمام أناتوف من أبرز التحركات التي ينتظرها جمهور السنافر. فهل تكون هذه الصفقات بداية لميركاتو قوي يعيد شباب قسنطينة إلى المنافسة بقوة الموسم المقبل؟